بنجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في فقرة حوارية مميزة بنحب دايما من خلالها بنلقي الضوء على نجومنا وبطلاتنا في عالم الرياضة المصرية وأبطالنا كمان وبطلاتنا اللي بيشرفونا في المحافل الدولية الرياضية. النهاردة هنتكلم عن بطلة من بطلات السباحة اللي طبعا شرفتنا بمشاركتها ويكفي يعني فخرنا بيها انها تشارك في دوره الالعاب البارالمبيه في ريو دي جانيرو 2016 وهي اصغر لاعبه ويمكن اول لاعبه مصريه تشارك في السباحه في دوره الالعاب البارالمبيه. هنتكلم عن تفاصيل كثيره عن حياتها من بدايه نشأتها في الرياضه لحد ما وصلت للي وصلته. هنتكلم كمان عن انجازاتها وهنتكلم كمان عن بعض الاخبار اللطيفه وممكن تكون غريبه وممكن تكون طريفه. هنعرف ده كله من خلال لقائنا ببطله السباحه آية الله أيمن. آية، احنا سعداء جدا بتشريفك. انا اسعد، ربنا يخليكي. ميرسي. بدأتي رياضه ازاي وليه اخترتي سباحه تحديدا؟ بدأت ب 2006 تمام. واخترتها يعني هو انا كنت في الاول بدور على لعب سهله يعني العبها او ما فيهاش خطوره بمعنى اصح، ولعبه اعمل فيها اصحاب ولعبه فيها حريه. ففضلت فتره طويله يعني بدور ولقيت نادي عندنا، انا من نادي الشمس، منزل اعلان على بدايه نشأة فريق ذوي الاحتياجات الخاصه. ورحت قدمت وابتديت فيها او ابتديت من وانا عندي 6 سنين. ابتديت البطولات المحليه في 2009. في 2009 البطولات المحليه في 2009. جو السباحه نفسه لكل الاسباب اللي انت قلتيها دي اكتر حاجه استهوتك ان انت تكوني في اللعبه دي. لكن وبعدين برضو انا كنت في الميه في المصيف بقعد 9 ساعات بقى وكده. جميل. فقالوا هي دي بس اللعبه وتمام يعني ونخش ونشوف. كان هدفك من الرياضه دي ان انت تقضي وقت لطيف ترفيه تطلعي طاقه سلبيه، ولا كان من الاول هدفك انك توصلي البطولات؟ هو في الاول احنا كنا عارفين ان ما كانش فيه لعبه واقفه بقالها 13 سنه دوليا من 2000، فقلنا نخش علاج طبيعي ونفسيا ونظبط الدنيا ونشوف. فدخلنا لقينا الموضوع مشي. 2009 ابتديت اجيب ميداليات، دخلت كاس مصر، جبت احسن سباحه 3 مرات وابتديت اشتغل. جت اول تصفيات للمنتخب اول ما اول يعني بعد ما كان واقف 13 سنه في 2014. نزلت اختبارات المنتخب واتقبلت، ونزلت بعد 9 شهور بطوله اسبانيا الدوليه وجبت 2 فضه واحده ذهب. جميل. واتاهلت في سباقين 400 متر و50 متر، وصلت بيهم لبطوله العالم في 2015 كاول واصغر بنت في سباحه ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر في تاريخ مصر كلها توصل لبطوله العالم. تمام. ونزلتها على طول، ومنها جبت مركز 7 في 400 متر ومركز ال 12 في 50 متر وتأهلت لريو على طول. ونزلت بعديها بطولة بولندا عشان اتأهل في سباق ثالث 100 متر حرة. وجبت في البطولة دي 2 ذهب، واحدة فضة واحدة برونز. البرونز دي في 400 متر على مستوى التصنيفات كلها من اس 1 لاس 10. وجبت برضو فيها جبت فيها ذهب في تصنيفي. بس وبعديها سافرنا ريو. بس عاجبني فيكي ان انتي افكارك كلها مرتبه ومنظمه وعارفه تسردي الاحداث بشكل يعني ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. يعني انت تستاهلي انك تكوني بطله فعلا مميزه، وتستاهلي ان يكون في انتظارك مستقبل رائع وجميل. لكن انا هرجع بقى لدور الاسره، يعني دور ماما بابا، مين شجعك بقى؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ لا، هي ماما كانت بتدور معايا من زمان، كنا بندور على اللعبه. ماما تقريبا بتنزل معايا يعني دلوقتي احنا بنشتغل تمارين، فماما تقريبا بتنزل معايا كل يوم، بمعنى كل يوم، سواء كان الصبح بدري، كنا بننزل الصبح بدري بعد الظهر، بننزل كل يوم. فماما اكتر حاجات بتشتغل معايا، وبابا برضو بينزل معايا تمارين بعد الظهر. عندك اخوات يا آية؟ عندي اخويا اكبر مني ب4 سنين. ليهم برضو في الرياضه ولا انت الوحيده المهتمه بيها؟ لا، اخويا كان لعيب جمباز. كان لعيب جمباز. وبعدين عشان جامعه بقى وكده، ودخل بطوله عالم يعني. اتفرغ يعني للدراسه الجامعيه بشكل بس بيلعب، بس ما دخلش بقى بطولات بعد فتره يعني عشان الجامعه وكده.
احنا بنتكلم عن بطلة قدامنا، بطلة عالم وبطلة مشرفانا في كل مكان، واخر حاجة مشاركتك في ريو دي جانيرو. لكن انا عايزة اعرف انت بتنظمي دراستك وبتنظمي حياتك. انا طبعا مش مستغربة ان انت بتنظمي، لانه طريقتك في الكلام تقول انك انسانة منظمة جدا. لكن برضو عشان السادة المشاهدين يكونوا معانا في الصورة اكتر، انت بتنظمي وقتك ازاي وايه هي الصعوبات اللي بتواجهيها في ده؟ هو طبعا ان انا اصحى بدري دي وهنام متاخر طبعا دي بالنسبه لي حاجه صعبه، بس بحاول اظبط يعني حياتي عشان التمرين. بصحى الصبح بدري لو عندي تمرين الفجر بخلص. برضه بيبقى الساعة 5 أو الساعة 6 الفجر. 5. زي أغلب تمارين السباحة يعني. زي طبيعي يعني. 5 بنخلص. عندي مدرسة بدري، بلبس بطلع المدرسة، أخلص مدرستي أروح يا إما أنام شوية ساعة ونص كده ساعتين، وبعد كده أصحى أذاكر لي شوية، ولو في تمرين بعد الظهر بنزل. بس كده. تمرينك بيبقى كام ساعة في اليوم تقريبا؟ التوتال كله على بعضه حوالي 4. ده سباحة بس ولا فتنس كمان؟ ما هو على حسب، لو عندي صبح في سباحة وبعد الظهر سباحة 4 ساعات، لو صبح سباحة وبعد الظهر فتنس ممكن يخشوا في 5 ساعات ونص. طيب نتكلم بما انه يعني مشاركتك في ريو دي جانيرو والبعثة البارالمبية، وكنت يمكن أول بنت بتشارك في السباحة مصرية. ايه القصة دي واحكي لنا تفاصيلها اكتر؟ انا كنت الحمد لله يعني اول واصغر بنت في منتخب السباحة في تاريخ مصر السباحة المعاقين تخش. وتأهلت من وانا عندي 15 سنة لريو. طبعا كانت تدريبات بقى الاعداد نفسه، مرحله الاعداد نفسها صعب جدا، وانك تنزل الصبح وبعد الظهر وتنزل وتشتغل، وحمل التمرين يعلى وحمل التمرين ينزل. وتجهز نفسك سواء كان نفسيا سواء كان بدنيا سواء كان عصبيا، عشان طبعا. ريو بالذات كان طبعا. الموضوع صعب جدا، ومع الدراسه كمان في نفس التوقيت بالظبط. وكمان كنا داخلين على امتحانات، وطبعا عملتي ايه في موضوع الامتحانات ده؟ الحمد لله تمام يعني، مشي الحال عدت. الحمد لله تمام. طيب تمام. وبالذات كمان ان السباحه في ريو كان اعلى نسبه وجود جمهور، يعني كان في جمهور كتير ليها. مشاركه ليكي لاول مره في دوره العاب بارالمبيه بتضم عدد كبير من الدول، مسافه بعيده، برازيل، يعني السفر لوحده الحقيقه في 5 ساعات و11 ساعه. بالظبط كده يعني تعبانين رايحين وتعبانين جايين، ولازم نروح قبلها بفتره طويله، ولازم ناخد على الجو هناك وبتاع. احكي لي برضو على الاجواء هناك كانت عامله ازاي؟ انت الجو بالنسبه لك كان مبهر، كان اثر عليكي في الاداء؟ لا حسيتي انه جو الحماس عندك كان اقوى وما كنتيش خايفه ما كنتيش مخضوضه؟ هو الجو كان مرعب الصراحه. انا اول ما نزلت هناك كانت التوتر ابتدى يجي، وبالذات كمان بعد افتتاح افتتاح كان 8 وانا كان عندي سبق 11 و10، فابتديت اقلق بقى وكده. فبحاول كمان درجه حراره الميه بتبقى ساقعه علشان العضل ما ينامش او حاجه، فده مش متعودين عليه هنا في مصر. فطبعا بيختلف في البدني، حتى في العصبي في النفسي، جمهور كتير قوي، تمارين كتير، والجو ما كانش مستقر، يعني يطلع ينزل طبعا. برد، مطره. فبس كونتي صداقات من سفرياتك في الخارج؟ يعني بطولة العالم واحنا اصحاب يعني. بنحاول نتواصل مع بعض هم نفس الاصدقاء اللي كانوا في بطولة العالم هم اللي انت شفتيهم في ريو؟ في ريو احنا كنا يعني متأهلين من 8 دول هم اللي انا اعرفهم يعني. كان بعد كده انا ما تواصلتش معاهم قوي. كنتي بتهتمي يا آية بالرأي العام في مصر، بالفيدباك مثلا عن اي منافسة؟ مش شرط معاكي انت، مع اي حد من زمايلك كمان، ولا الموضوع ده ما كانش بيشغلك وكان كل همك انك تركزي في المنافسة اللي عندك؟ اكيد كنت بعرف، بس احنا كنا 2 بس في السباحة، كنا ولد وبنت. فلا كنت بركز كمان مع بقية الفرق، اللعب التانية اللي معانا. واكتر فرقة اتبسطت لها الصراحة كانت كرة اليد. انبسطت جدا لما جابوا برونز، كرة طايرة جلوس، انا اسفة، طايرة جلوس. انبسطت لهم جدا لما جابوا ميداليين. طبعا انبسطت لهم كلهم، بس هم اليوم معزة خاصة عندي قوي. جميل جدا. العصفورة قالت ان انتي معجبة جدا بتامر حسني الفنان الشهير، والعصفورة برضو هي قالت ايوه ان حصلت مكالمة هاتفية منه ليكي في دورة الالعاب البارالمبية. ايه الموضوع ده؟ هو تامر من اغلى الناس عندي، و
طب كان هو انت كلمتيه ولا هو اللي كلمك؟ لا هو كلمني، وكمان تشجيع ليكي. وكمان كان من قبل ما اسافر، كمان كان جات لي مكالمه، دي كانت اول مكالمه خالص جميل. قبل ما اسافر، فدي كانت الصدمه يعني. وطبعا وجوده في ريو كان فرق جامد، وبعدين انا حصلت لي تعب في ريو عشان الجو، وسخنت وتعبت ومش عارفه ايه، وضايقت بقى وكده. بتصل مثلا، نتصل قبل السباق او مش عارفه ايه، ويلا يا ايه ومش عارفه ايه، وكلنا بنشجعك. وطبعا يعني مثلا انا في التمرينه دي بعد ما كلمني نزلت تقريبا عن رقمي 7 ثواني اللي عمري ما جبته. يعني انا عرفت ان هو كلمني. هو المكالمه الاولانيه اصلا مين اللي كان قال له عليكي عشان يكلمك؟ ماما. بجد؟ هي ماما عملت حاجات كتير كده عشان نعرف نوصل له يعني. فقالت لي تامر هيكلمك عشان ما تتخضيش. فانا طبعا ما صدقتش طبعا. يعني تامر بالذات انا ما صدقتش. ازيك يا ايه عامله ايه؟ انا تامر. بس انا تقريبا كنت هقع كده. انا ما صدقتش. فالتمرينه بتاعت بالليل ده كان قبل ما اسافر. التمرينه بتاعت بالليل اليوم ده جبت رقم عمرنا، يعني الكابتن بيقول لي في ايه؟ قلت له قال لي تامر حسني كلمني وقال لي في لا ايه؟ لا بيقول لي انت كنت مريحه مش عارفه. قلت له والله العظيم ابدا، ده الادرينالين عالي، وبالذات يعني هم عارفين نقطه ضعف ايه يعني ناس معينه، ومنهم تامر. يعني عايز تعمل حاجه هو تامر بس كده. يعني مثلا عايز تكافئ ايه، هتلاقي تيكت حفله. ايه مودها هيتعدل تسمع اغاني، ايه مودها هيتعدل تكلمه. يعني مفتاح ايه هو تامر حسني من الاخر كده. وناس تانية تسمعي له اغنيه، تشوفي له حفله، تحضري له حفله. انا ما حضرتش غير حفله واحده. التليفون دي كانت حاجه قويه جدا يعني. وبعديها لما رجعت هو عشان انا ما جبتش ميداليه وكده، فهو قال لي، بعت لي وقال لي هو انت منهم؟ قلت له لا ما حصليش نصيب، انا اسفه. انا اسفه. قال لي انت بطله ودايما مشرفانا. فرجعت وحضرت الحفله دي. جميل. فكان من احسن يوم في حياتي بجد. انا عامله حتى فولدر في موبايلي اجمل يوم في حياتي، وبالتاريخ باليوم بالفيديوز بالصور بكل حاجه. مش كنتي تستأذنيه وتسجلي المكالمه؟ والله انا ما اعرفش، انا ما صدقتش. انا فضلت طول المكالمه بعيط ومش مصدقه يعني، فاهمه؟ اسجل ايه؟ انا في انا ايدي فعلا كانت ساقعه وبتترعش وبعيط. لا بس هو من ناس كتير، من اكتر الناس اللي ساعدوني في ريو يعني. وطبعا ناس تانية ربنا يخليهم ليا. جميل. وجميل انه ده حصل كمان علشان دايما ابطالنا لما بيرجعوا من بطولات وبالذات الدورات الاولمبيه وما بيبقوش حققوا نتائج قوي، بيبقوا زعلانين شويه او متضايقين. لا انا الحمد لله مبسوطه بنتيجتي، واحنا كمان مبسوطين. بس ما ده اللي انا كنت لسه هقوله لك بقى، احنا فعلا مبسوطين ومتشرفين ان انت على الاقل مثلتي مصر كاول بنت مصريه تشارك في مجال السباحه في دوره العاب بارالمبيه، واكيد هنعول عليكي في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لا وبعدين انا انبسطت بنتيجتي جدا، وبشكره جدا 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 على حتى مساعدته. هو ساعدني كتير جدا حتى من غير ما يعرف، ومن قبل ما اعرفه شخصيا. وبس هو مش اول مره يعني يعمل كده مع حد يعني. ليه طبعا كذا موقف تاني، بس انا عمري ما انسى مواقفه يعني. بس خلينا نقول ان انت تستحقي برضو، لان احنا عندنا بطله جميله بتمثل مصر ومشرفانا دايما ورافعه راسنا، وانت يعني سردت لنا تاريخ بطولاتك، ميداليات ذهب وميداليات فضه. لا يعني انت عامله نتائج قويه وجميله، دي اقل حاجه ليكي يعني ان تامر حسني يكلمك برضو. قولي لي بقى انت طموحاتك بقى في الفتره اللي جايه، الاولمبياد اللي جاي، ايه جدول عملك كمان؟ انا عندي ان شاء الله باذن الله بطوله عالم في اخر السنه دي، بتمنى اجيب فيها مركز ميداليه. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله في بطوله طوكيو اجيب ميداليه ان شاء الله اولمبيه، كاول بنت في تاريخ مصر لسباحه المعوقين تجيب ميداليه. حاطه في دماغك بلان اعداد قبل البطوله دي على طول؟ وهل هيختلف عن الاعداد اللي فات؟ لانه اكيد انت اخدتي خبره المره دي وشفتي انت ناقصك ايه محتاجاه. بالظبط اكيد. انا دلوقتي بننزل كل يوم بنظبط حالنا. قبليها بقى في حاجات انا ما عملتها في مثلا في ريو مش هعملها دلوقتي. هركز، مش هبص مثلا. يعني مثلا انا كنت بتابع على السوشيال ميديا الناس وكده، لا اركز في تمريني واعمل وبس. يعني احاول الغلطات اللي مثلا اللي ممكن تكون فرقت معايا في الريكورد بتاعي في ريو احاول اغيرها يعني عشان اجيب نتيجه حلوه. بس الاهم بقى ان الاولمبياد اللي جاي برضو تامر يكون موجود ويكلمك. اكيد ان شاء الله. صحيح؟ هو طول عمره انا يعني هو طول عمره موجود معايا الحمد لله. طيب النهارده عيد الام وكنا بنتكلم عن ماما والدور الكبير اللي بتعمله معاكي. كل سنه وانتي طيبه يا مامتي. ايوه بالظبط كده. الكاميرا ليكي بقى، قولي اللي انت عايزاه لمامتك. طبعا هو انا عمري ما هعرف اقول ولا
اوفي اللي هي عملته طبعا احنا معايا. صعب نوفيهم حقهم، ده اكيد. حتى بالذات يعني لما كان تامر كلمني هي قعدت تعيط معايا، يعني عشان هي مبسوطه عشانك اكتر. هي ما صدقتش ان انا هعمل كده، ما صدقتش ان ده اللي هيحصل. هي ماما فاكره انا هنبسط. انا من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه في المكالمه انا كنت بعيط، بسمع ومش مصدقه يعني وكده. وهي الصراحه تعبانه معايا جدا، حتى احنا كمان مسافرين بالليل وعندنا تمارين وبتاع ده. طبعا بابا حبيبي. ايوه، بما انه عيد الام قولي له رساله برضه. لا هو بابا جاي، يعني بابا تعبان برضه معايا، بينزل معايا في التمرين بعد الظهر. اكيد طبعا. حتى برضه عندنا تمرين تاني بعد ده على طول، بعد ما خلص هنا عندنا تمرين، فهو اللي هيوصلني. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا، وربنا يخلي لكل اب وام عيالهم ولكل ناس اباتهم وامهاتهم. اكيد. وبس. وربنا يخلي لتامر حسني مامته جدا طبعا وبناته. احنا كنا مبسوطين ان انت كنتي معانا النهارده، وطبعا تحيه خاصه لوالدتها ووالد آية. كل سنه وكل امهات مصر طيبين يا رب، وكل امهات في العالم طيبين. كل سنه وامي الحبيبه الغاليه طيبه وبخير، ونشوفكم دايما على خير يا رب. تستمروا في عطائكم لينا، واجمل عطاء في الدنيا والعطاء اللي بدون مقابل. بنشكركم على كل حاجه، بنشكركم مشاهدينا الكرام كمان على متابعتكم لينا حلقه النهارده. يتجدد اللقاء معاكم بكره وحلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين.